السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Hey. 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 برافو برافو بلال مرحبا بكم متابعينا الكرام مشاهدي قناة سكوب ديزات في كل مكان. وقبل مشاهدة الفيديو إن كنت أول مرة تشاهد قناتنا لا تنسوا أحبابنا في الله الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك على الفيديو حتى يصلكم كل جديد أولا بأول ومن دون عناء البحث عليه. إذا متابعينا الكرام، واجه اليوم المنتخب الوطني الجزائري منتخب بوروندي في المباراة الودية الثانية للمنتخب الوطني الجزائري تحضيرا لكان الكوديفوار 2024 الذي سينطلق بعد أسبوع من الآن. المنتخب الوطني الجزائري بقيادة رياض محرز فاز في المباراة الأولى أمام منتخب الطوغو بثلاثية نظيفة، واليوم المنتخب الوطني الجزائري فاز في مباراته الثانية أمام منتخب بوروندي بثلاثية نظيفة. المنتخب الوطني الجزائري افتتح باب التسجيل في الشوط الأول عن طريق بغداد بونجاه. بغداد بونجاه قدم مباراة كبيرة اليوم واستطاع صنع العديد من الفرص السانحة للتسجيل. أما الهدف الثاني للمنتخب الوطني الجزائري أمام بوروندي سجله رياض محرز بعد تمريرة سحرية من يوسف بالليلي. أداء قوي للمنتخب الوطني الجزائري اليوم أمام منتخب بوروندي تحضيرا لكأس إفريقيا القادمة. المنتخب الوطني الجزائري عرف تطور كبير في المستوى، ومن المرتقب أن ينافس وبقوة على كان الكوديفوار القادمة. المنتخب الوطني الجزائري حاليا يمتلك تشكيلة مميزة باستطاعتها صنع المفاجأة وتحقيق الكثير في
في الكان المقبلة، لأنه يمتلك 9 من النجوم التي بإمكانها المنافسة وبقوة على كان الكوديفوار. وأنتم متابعينا الكرام، ما رأيكم بأداء المنتخب الوطني الجزائري اليوم أمام منتخب بوروندي؟ شاركونا أحبابنا في الله بآرائكم عن طريق التعليقات، ولا تنسوا في الأخير أحبابنا في الله الاشتراك في القناة ودعمنا بلايك على الفيديو، ولن نبخل عليكم بأي جديد كما عودناكم إن شاء الله فيما يخص أخبار المنتخب الوطني الجزائري وأخبار محترفين وكل المباريات الدولية والعالمية الكبرى. وسننقل لكم فعاليات كأس أمم إفريقيا